النهاردة هنعمل طرط الكنافة بصوص الكراميل. طعمها لذيذ جدا وهنعملها بكل سهولة. بس قبل ما نشوف الوصفة، ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة. 250 جرام من الكنافة جمدتها في الفريزر عشان أعرف أقطعها. قطعتها بالسكينة، تقدري تستخدمي المقص أو الكبة. عايزة حجم تقطيع الكنافة يكون بالشكل ده. هضيف على الكنافة معلقة كبيرة من السكر البودر. السكر عشان يديها قرمشة وكمان لون حلو. هقلب كويس الكنافة بالسكر. هضيف على الكنافة نص كوباية من السمنة البلدي. هقلب الكنافة بالسمنة وهتأكد ان الكنافة اتغلفت كويس بالسمنة. الخطوة دي مهمة قوي للكنافة. هحضر صينية الطارت وهدهنها بالسمنة. هفرد الكنافة في الصينية وهبدأ أكبسها كويس بإيديا، وممكن تستخدمي صينية مقاس أصغر أو طبق يساعدك في كبسها. وبعد ما كبسناها ورفعنا الكنافة على جدار الصينية، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تتحمر الحواف وتكون لونها ذهبي وفصلت من جدار الصينية. ساعتها هقدر أولع الشواية عشان تاخد لون حلو من فوق. هبدأ أعمل صوص الكراميل. كوباية سكر هضيف عليها 4 معالق كبار من المية. هقلب السكر لحد ما يدوب ويوصل للون الكراميل الفاتح. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من الزبدة. ناخد بالنا يا جماعة، في الوقت ده هيحصل فوران. هفضل أقلب لحد ما الزبدة تدوب. وبعد كده هضيف كوباية من القشطة. ممكن تضيفي كوباية من كريمة اللباني. هقلب لحد ما القشطة تدوب كويس ومفيش أي تكتلات. وبعد كده هضيف ربع كوباية من اللبن. وهقلب الصوص كويس وهسيبه يبرد، وهنلاحظ ان القوام هيتقل معانا بعد كده. خرجت الكنافة من الفرن بعد ما أخدت لون حلو، وهقلبها على طبق كبير وهسقيها من تحت بسيرم الكنافة. هسيبلك لينك وصفة سيرم الكنافة في صندوق الوصف. هقلب طرت الكنافة على الطبق وهضيف صوص الكراميل وهزين الكنافة بالمكسرات. وبعد كده هدخلها التلاجة شوية لحد ما الكراميل قوامه يتقل. بجد طعمها جميل جدا، ومستنية رأيكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك وتفعلوا الجرس عشان دايما تشوفوا كل وصفاتي الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد.